أهلا وسهلا إخواني الكرام، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. جرس كهربائي صغير يشتغل على 3.7 فولت باستخدام محرك صغير كذلك 5 فولت. نحتاج إلى قطعة خشبية وإلى بطارية 3.7 فولت ومحرك 5 فولت بالإضافة البولي ديالو، وهذا ناقوس من حديد، هذا نابض أو رسور، ثم إلى قاطع تيار وفيس أو بورغي، سلكان من نحاس موصلان. نبدأ العملية. نثبت النابض أو الرسور على القطعة الخشبية بالفيس، نحكمو مزيان باش ما يبقاش يتحرك. ومن بعد تركب عليه الناقوس بهذه الطريقة. مثبت بشكل جيد. نثبت المحرك على القطعة الخشبية نلصقو مزيان بالكولا. نضيف ليه البطارية، نسودي على الزائد ديال المحرك ونثبت البطارية حتى هي بشكل جيد. نديرو ليها هاد الكولي هادي ولا هاد السميطة ونزير عليها مزيان. الإخوان البطارية راه ماشي في المكان المناسب، من الأحسن ديرها في الجنب تهبطها لتحت شوية. أنا درتها الفوق وإني من بعد غنهبطها لتحت، لحقاش بعد غيبدا يدور المحرك غيتوشي فيها، مخصوش يقيس البطارية. نسودي المواه الناقص، نقطع الطرف ونسوديه على قاطع التيار. نلحمو السلكين ونحط قاطع التيار نلصقو تا هو تما على القطعة الخشبية كذلك. بعد تيلصق تنضيف السلكين حتى هما تندير ليهم اللحام في قاطع التيار. وتندوز هاد السلك هذا مباشرة للناقص ديال المحرك. نربطو هنا بالناقص ديال المحرك ندورو عليه مزيان وندير ليه شوية السدور. نثبتو شوية صافي مزيان. المحرك تيدور مزيان. الإخوان عندكم خيارين، يا إما دير سلك كهربائي عادي تزيرو على البولي وديرلو عقدة تلصق واحد شوية باللصاق باش ما يتحلش، وديرلو عقدة على قبالة الناقوس. هذه من جهة، هذا الشكل الأول.
نجرب مزيان. أعطى الصوت. نعاود نجرب مرة أخرى. أعطي الصوت مزيان. صافي الإخوان ديالي، هاد العملية راه بسيطة، راه متطلبش مجهود كبير، بإمكان أي واحد يصايبها. هذه الطريقة الأولى أو الشكل الأول، أما الشكل الثاني غيجي من بعد هذا. الإخوان ديالي اللي عجبو هذا الفيديو هذا يدير لايك ويبارطاجيه مع الناس ويشترك معايا في القناة باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله. هذا هو الشكل الثاني أو الطريقة الثانية. تناخدو السلك من النحاس وتندورو مزيان على طورنوفيس باش ناخدو هاد القطعة النحاسية اللي هي دايرة على شكل كرو، وتناخدو خيط متين، يعني شي حاجة صحيحة، نزير على هذيك القطعة النحاسية، نزير عليها مزيان، ندير لها 2 عقدات ولا 3، ومن بعد ما تنزير عليها مزيان تنمشي نزير على البولي. نحزم على البولي مزيان، تا هو نفس الشيء، 2 حتى 3 العقدات. صافي نحاولو نحزموه مزيان باش ما يمشيش يتقلع ولا يتحيد من بلاصتو. وصافي نقطعو ما تبقى من الخيط ونجربو الشكل الثاني، نشوفو الشكل اللي يناسبكم هو اللي غتاخد. إلا عجبك الشكل الأول خودو، وإلا عجبك الشكل الثاني خودو، ماشي مشكل. الطريقة اللي عجباتك واللي ارتاحيتي فيها واللي جاتك ساهلة. أما البطارية راني هبطتها لتحت على حساب باش ما توشيش في الخيط. إلا طلعتها الفوق دابا، إلا طلعتها في الفوق غتكون في تماس مع الخيط. لاحظوا، هي في تماس مع الخيط، غتوشي في الخيط. من الأحسن تهبط لتحت، من الأحسن ديرها في الجنب، إما لتحت ولا في الجنب بحال هكا، باش يبقى يدور الخيط ليبر ما يقيسهاش. نجرب إخواني مزيان، نعاود نجرب مزيان. هاد الفكرة بسيطة إخواني، بغيت نشاركها معكم، وماذا بيا تكتبوا لي في التعاليق أشنو رأيكم فيها، ونتسناكم إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله، والسلام عليكم.